ده كده الجزء التاني من كوكب البنات. آه اللي بنتكلم فيه عن مشاكل اللي بتخص مجال التدريس، القيادة التربوية، الإنجليزي وهكذا. فكان في الجزء اللي فات في كومنت من هند، اسم الجروب اللي ممكن نعرف منه السالري هو موقع ويب سايت اسمه جلاس دور. لو لقيتوا ان انتم مش عارفين تاخدوا منه المعلومة قوي، اكتبوا على جوجل ويب سايتس لايك جلاس دور فهيجيب لكم او اكتبي على جوجل انجلش تيتشر سالري ان المكان الفلاني وشوفي برضو النتائج اللي هتجيلك. طريقة تانية ممكن نعملها وهي ان احنا على جروبات الفيسبوك ممكن حتى انونيمس بوست كده تقوموا داخلين: يا جماعة انا جالي اوفر او جالي انترفيو في المدرسة الفلانية، فحد يعرف متوسط المرتبات في المدارس كام او في المدرسة دي كام. هتلاقوا في ناس كتير لطيفة يعني بتساعد يعني. وكان ما اعرفش رحمة دخلت تاني ولا لأ، بس كان معاكي يا جميل. ده الويب سايت ليهم موقع برضو تمام. بس انا حبيت اجيب لك البلاي ليست يعني عشان تبقي عارفه شكلها. اسمها The Sounds of English Pronunciation Guide. هتلاقيها منظمه الساوندز بتاعت الانجليزي كلها اللي هو حوالي 44 ساوند او كده. فلطيفه جدا جدا، انت ممكن تقعدي عليها مثلا ساعه ساعه ونص تبقي خلصتي الحوار يعني. آم، ك كان جميل. جميل. بجد thank you so much بجد. you're welcome يعني. توفيق ان شاء الله. كان في حد كاتب كومنت، خليني اجيب الكومنت اقراه عشان ما تضطرش ان هي تكتبه تاني. اجيبه بس اقراه. بسم الله. ده كانت اماني، انا ما اعرفش اماني موجوده معانا ولا لا. انا ممكن تكون الشغل. هل انت هنا يا اماني؟ مش عارف. طيب خلاص خليني اجاوب السؤال بتاعها عشان هي لو شافت الريكوردينج، لو هي ما عرفتش تدخل لاي سبب. هي كانت كاتبه: انا ألسن الماني لغه اولى، انجليزي اللغه التانية، وحابة اشتغل بالانجليزي. اخدت دبلومة تربوي، معايا خبرة في التدريس ولكن التدريس الألماني، ولكن عايزة أغير وأشتغل معلمة إنجليزي. بس إعلانات الشغل كله عايز تخصص، ونفسي أقدر أسافر وأشتغل تدريس أونلاين. أخدت كورسات في اللغة الإنجليزية، والآن باخد كورس أونلاين إنجليزي بس من غير شهادة. حد قال قبل كده إن ممكن آخد سنة دراسة في ألسن قسم إنجليزي ويتغير التخصص عندي من لغة تانية إلى لغة أولى. هل ده حقيقي؟ ولو لأ، من فضلك أعمل إيه والخطوات اللي لازم تتعمل في حالتي عشان موضوع التخصص؟ شكرا مقدما بالنسبة لاسمه. طيب بصي يا اماني، لو انت بتتفرجي على الريكوردينج او لو انت دخلتي مش عارفه. احنا يعني انا ما اعرفش الكيس بتاعت ان احنا ندخل ناخد سنه وبعدين نحول الموضوع دوت. هو اللي ممكن نعمله البديل ايه؟ ان احنا بناخد شهاده متخصصه في المجال، زي مثلا لما رحمه كانت بتقولي كورس السلطه. ده كده اللي هو خلاص بيبقى الناس اصلا خريجي ممكن اي حاجه، سياحه وفنادق، ترجمه، ازهر، مش عارف ايه، يعني تخصصات بره مجال التدريس. وبياخدوا بعد كده كورس السلطه او كورس تافل او كده. والموضوع بيمشي معاهم، ده خصوصا لو هيشتغلوا في مدرسه او هيشتغلوا في جامعه فمطلوب الشهاده دي. لكن لو انت هتشتغلي حر نفسك او تشتغلي اونلاين يبقى خلاص انت بتسوقي لشغلك. فالناس بتبقى شايفه والله لا ده الانجليزي بتاعها فعلا كويس، طريقه التدريس كويسه، مش عارف ايه. فبيبقى الاهتمام بالشهاده دي ما بيبقاش اكتر حاجه يعني. نادر قوي لما تلاقي عميل يجي يقول لك ايه بس انت تخصص ايه. فساعتها لو تخصص ايه هتقولي له والله انا خريجه ألسن وخلاص يعني. انا خريجه ألسن، مش محتاجه بقى تقولي له انا الماني لغه اولى انجليزي لغه تانية، مش هيفتح معانا تحقيق يعني. فدي كده حاجه. حته ان الالماني، ما الالماني برضو ممكن تشتغلي فيه يعني، مش لازم تسيبي الالماني يعني. انت لو شاطره في الالماني برضو فممكن تشتغلي في الانجليزي وفي الالماني سوا سوا يعني. زياده الخير خيرين. خصوصا لو انت ناوية تسافري فممكن تلاقي الحاجات الخاصة يعني ما اعرفش هتسافري فين يعني. هتسافري مثلا الخليج ولا هتسافري ألمانيا؟ فلو ألمانيا يبقى الألماني طبعا أولى. لو في الخليج فساعتها بتشوفي ايه الشهادات اللي هم طالبينها في الخليج يعني، وهي دي اللي بتاخديها. ما بتروحيش تاخدي شهادة لمجرد ان انا خدت شهادة وخلاص. اه اماني دخلتي الدول العربية حلو، هتشوفي انت هتشتغلي فين في الدول العربية دي وتشوفي الوظائف بتاعتهم هم طالبين ايه. لان احيانا ما بيبقاش يعني ممكن يبقى خلاص طالما ألسن فتمام يعني، ما بيدققوش قوي. في لا ممكن يقولك انا عايز شهادة السلطة، لا عايز مش عارف ايه. فتشوفي في الوظائف ايه الشهادة المتكررة وتروحي تاخديها، على اساس يبقى الشهادة متوافقة مع نوع الوظائف اللي احنا بنقدم عليها. قشطات. في قشطات في. طيب ماشي، ده كده بالنسبة لأماني. لكن ما تروحيش تاخدي تدبسي نفسك في سنة كاملة يا أماني وبعدين تكتشفي إن الموضوع ملوش لازمة. شوفي الأول هم طالبين إيه. وشوفي ناس تكون شغالة في الدولة العربية اللي انتي رايحاها
جيبيهم كده وبعتيه اسأليهم وقولي لهم انا خلال مثلا الفترة اللي جاية انا هسافر الدولة الفلانية، فعايزة ومعايا الشهادات الفلانية، هل في حاجة محتاجة اضيفها مش عارف ايه. واسمعي منهم برضو دايما ان الواحد لما يسأل مش هيخسر حاجة يعني. ففي حد بقى السؤال تاني من شيماء كانت كاتبة: ايه رأيك في منحة التيسول للجامعة الأمريكية؟ والله هي برضو نفس الفكرة، انت هتقدمي وقت ومجهود. هل منحة التيسول دي انت هتتعلمي فيها حاجات معينة هتساعدك بعد كده في نوع الوظائف اللي انت بتقدمي عليها؟ لو كده حلو قوي، خصوصا لو انت هتاخديها كمنحة يعني. لا يعني مثلا انا من فترة اتقبلت في منحة معينة في مجال معين كده، وبعد ما دخلت لقيت ان الكلام اللي هم بيتكلموا فيه كله بيسكس، هم مش قايلين من الاول ان هم هياخدوا الكلام ده. فحاولت اضغط على نفسي اسبوع في التاني، ما عرفتش اجيب اكتر من كده، فعملت دروب اوت، ما عرفتش اكمل ليه علشان مش حاسه ان انا مستفيده اي حاجه. فانتي بتحاولي دايما تشوفي الحاجه اللي انتي هتاخديها دي مناسبه ليكي وللحاجه اللي بتقدمي عليها ولا لا. فده كده كان سؤال تاني. سالي وساره هناخد اوكي طيب خلينا ناخد سؤال وبعدين نرجع للكومنتس تاني. خلينا نبتدي بسارة عشان كنا قايلين المرة اللي فاتت على ما أتذكر إن احنا ناخد سارة وبعدين ناخد سالي. سارة، هل تسمعني؟ سارة، سارة احنا مش سامعينك، المايك عندك مش بيتحرك، فأنا مش عارفة لو انتي بتتكلمي وسامعانا فممكن. احنا مش سامعينك والمايك عندك مش بيتحرك، فممكن تجربي تخرجي وتطلعي تاني وتعملي connect with audio. فدي حاجة ممكن تعمليها، فلغاية ما يا سارة تظبطي الحوار أو إن انتي لو عرفتي تكتبي حتى السؤال بتاعك اكتبي. خلينا نروح لسالي وقبل ما سارة تظبط الموضوع. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله. أنا أول مرة أدخل وبجد مبسوطة قوي قوي، أول مرة إن أنا أشوف حضرتك كده لايف بجد ما شاء الله وشك بشوش وعندك قبول رهيب بجد. ربنا والله يبارك. يعني ربنا يبارك فيك يا رب. أنا بقى عندي كام سؤال كده. هو أنا لما أنا اتخرجت بقالي 5 سنين ولما اتخرجت سافرت مع زوجي وما اشتغلتش خالص في اي حته. تمام. من سنتين كده بدات ان انا ادي دروس برايفت في المنطقه اللي حواليا. بقالي سنتين والحمد لله بدات اتعرف في المنطقه اللي حواليا يعني وكده ومبسوطه في شغلي الحمد لله. بس انا عندي نقطه ان انا بقعد اقول بيني وبين نفسي اللي هو طب ليه ما احاولش ان انا اقدم مثلا في مدرسه انترناشونال. لان انا يعني ايه ما اتعاملتش خالص مع اكاديميات او مؤسسات او اي مدارس او اي حاجه. تمام. بس انا مثلا ب... بقول بيني وبين نفسي طب انا لو انا رحت اشتغلت في مدرسه. انا عندي بيبي 3 سنين ولسه ان شاء الله بفكر في حمل تاني. ف فمش عارفه هل اقدم على الخطوه دي. بس انا مش عارفه اوفق ما بين الحاجتين ان انا ابقى في مدرسه الصبح وبعد كده ارجع ادي دروس وكده، فانا هتنازل عن الدروس والفتره اللي انا اشتغلت فيها. تمام. فانا مش عارفه حتى كمان لما بشوف الاعلانات بيبقوا طالبين خبره 3 سنين. طب انا ما عنديش خبره في مدارس او ما اشتغلتش. طب انا لو انا مثلا رحت واتسالت في الانترفيو طب انا ازاي هجاوب على سؤال زي ده؟ او انا مش عارفه بصراحه ايه الاختيار الافضل، ان انا افضل مكمله برايفت عادي واشتغل زي ما انا شغاله وكده، ولا اتنازل عن ده واروح اشتغل في مدرسه. ده يعني ده سؤال بالنسبه لي، خصوصا برضو ان انا لما حسبت برضو من الناحيه الماديه لا انا برايفت احسن من الناحيه الماديه. بس انا بشوف ان هو كخبره او ان انا اتعامل مع كوميونتي وكده ده انا ما اتعاملتش معاه، فمش عارفه ايه الاصح بالنسبه لي. حلو قوي. طيب. معلش عندي سؤال كمان. انا بعمل يعني انا لما انا اتخرجت انا يعني انا كنت خلاص يعني نسيت بقى التدريس ونسيت اصلا الانجليش وكده، فبدات ان انا اطور من نفسي. فانا بعمل روتين يومي كده لنفسي ان انا الصبح ممكن بس مثلا بذاكر ساعه او ساعه يعني على حسب يعني. ان انا بجيب فيديو على النت وببدا ان انا اعمل شادوينج، بطلع الكلمات واحطها في سياق وبحفظها. اوقات لما انا بكرر الفيديو كذا مره بحفظ اصلا المحادثه والاقي نفسي بقولها كده. يعني وانا مكمله على كده وبراجع على الحاجات اللي انا بذاكرها. فهل الطريقه اللي انا ماشيه فيها دي هل هي طريقه صح وكده ولا ايه؟ بحاول ان انا اقعد بقى اكلم نفسي واعمل فيديو لنفسي وانا بتكلم وكده.
فمش عارفة هل ده أنا اللي كده جاي ماشية معاكي يعني. فهل انا كده ماشيه في الطريق الصح ولا انا بضيع وقت على الفاضي؟ بس انا حاسه ان انا النطق بتاعي يعني وكده، لا انا حاسه ان هو بيتحسن كتير بالطريقه دي، بس مش عارفه هل صح كده ولا لا. حلو قوي. ماشي. طيب خلينا نبتدي بالسؤال التاني وبعدين نطلع للسؤال الاولاني. السؤال تمام. ان هل انت اللي بتعمليه ده صح ولا لا؟ مفيش حاجه صح مفيش حاجه غلط، هو الموضوع بيختلف من شخص للتاني. خلينا نقول ان ممكن يكون الطريقه اللي الواحد ماشي بيها بينقصها حاجات صغيرة. يعني حلو ان انتي بتسمعي بتكرري الفيديو اكتر من مرة، بتكرري معاه، بتطلعي الكلمات وتحفظيها، دي حاجة عظيمة جدا جدا. ممكن اللي نحتاج نضيفه وقت ما يبقى عندك وقت وحابة تعملي الموضوع ده، ان انتي تحجزي conversation session مع مدرسة مثلا private اونلاين، ولمجرد بس ان انتي تبقي بتتكلمي معاها، فتشوفي نفسك في لايف conversation وتاخدي فيدباك من المدرسة على اي اخطاء عندك. دي كده حاجة. الحاجة التانية، وقبل ما تعملي الخطوة اللي أنا بقولك عليها دي، تاخدي امتحان تحديد مستوى. واكيد المدرسه اللي انت هتروحي لها دي في الغالب هيكون عندها امتحان تحديد مستوى يعني، او المكان اللي انت هتروحيه اونلاين. فتاخدي امتحان تحديد مستوى، تعرفي مستواكي فين مع المذاكرة دي كلها، تشوفي مستواكي فين. والله طلع بي 1 بي 2 سي 1 ايا كان، وبعدين تروحي الكونفرسيشن سيشن دي. ممكن تحجزي ساعة كل شهر، ساعتين ثلاثة على حسب ما انت ايه امكانياتك مناسبة كوقت ومجهود وكفلوس، بحيث ان انت تاخدي فيدباك على الاخطاء الخاصة بيكي انت. يعني مثالي مثلا وهي بتتكلم ممكن يكون النطق بتاعها كله سليم، بس محتاجين نركز على الثا والذا او الباول بقى اللي هيبقى ايا كان الاصوات اللي ممكن تبقى ايه مش مظبوطه. ممكن يكون في حته في الجرامر واقعه، ممكن نلاقي نفسنا زي الفل والدنيا ماشيه زي السكينه في الحلاوه، فخلاص مش يعني اطمنا على نفسنا. عارفه زي لما الواحد كده يعني ربنا يعافينا ممكن نروح ايوه. دكتور نعمل تشيك اب وتحاليل واحنا اصلا وي فيل اوكي. يعني انا رحت مره اعمل تشيك اب على فيتامين دي، طلع عند بري دايابيتك وكوليسترول مم. عالي، فاهمه اللي هو اوكي. مم. فانت هتلاقي ايه ان احنا لما بنعمل امتحان تحديد مستوى ونتكلم مع مدرس محترف مثلا، فنعرف الاخطاء بتاعتنا ايه او ما فيش اخطاء، فده يديك ثقة في نفسك ايه اكتر، ان انا انا تمام، او ان انا عندي شوية حاجات محتاجة اشتغل عليها، فتركزي عليها اكتر في المرات اللي بعد كده. فده بالنسبة للانجليزي. لكن صح. انت بتعمليه ده هايل، كملي عليه. وبعدين فكرة ان انت تبقي تعملي بروفيشنال ديفلوبمنت مع نفسك كل يوم ساعة ساعتين دي، اللهم بارك، كملي على كده، دي حاجة عظيمة جدا. طب الحمد لله. مم. اه يعني ده سواء في الانجليزي في التدريس في ايا كان المهاره اللي انت عايزاها. بالنسبه بقى للسؤال تمام. الثاني، ودي هتلاقيها حاجه شائعه جدا ما بين بنات كتير، ان هي خلاص مثلا تزوجت عندها بيبي وعين في الجنه وعين في النار، طب اخرج اشتغل بره ولا افضل زي ما انا بدي برايفت؟ لو انا هرشح لاي بنت حاجه زي كده، انا هقول لك البرايفت في البيت، because الاولويه الرقم واحد البيبي بتاعك. اما انت دلوقتي هتروحي انت المدرسه بره عشان خاطر اه هنساعد ولاد الناس التانية، بس العيال احنا هنرميهم في حضانة ولا هنعمل فيهم ايه؟ ف... مم. فبالتالي انت الأولوية رقم واحد لبيتك، خصوصا ان طالما ربنا يسر لك وفتح لك باب رزق في البرايفت من البيت، فدي حاجة عظيمة جدا. بس هتيجي تقولي ايه، بس انا شايفة الناس كلها خبرة وشغالة في الانترناشونال سكول مش عارف ايه وواخدة والله العظيم بصي بتلاقي في الاخر المرتبات بلح. ماشي يعني تلاقيها صح. مثلا مم. ممكن تبقى مدير تعليمي مرحلة فوق المهلبية في المدرسة الانترناشونال، وهي في الاخر ممكن تكون بتاخد لها مثلا 7 8000 بالمصري. فلما مم. تفكري فيها، هل انت مضطرة لذلك؟ مش مضطرة يبقى لا خلاص خليكي فعلا بالأمانة كده يعني. وأنا عايزة أقولك هو ده جهاد يومي، انت كل يوم الصبح هتبقي بتفكري في نفس الكلام. يعني أنا هقولك الكلام ده وأنا نفسي كل يوم بفكر فيه، وأنا اشتغلت بره 12 سنة وعارفة مم. مميزات وعيوب كل سيناريو، وكل يوم بقعد أفكر طب ماذا لو الواحد رجع مش عارف ايه. فلا هو البيت رقم واحد، أسرتك نفسيتك صحتك أولوياتك الأساسية، وان انتي بتشتغلي حاجه جنبيها طالما ان احنا مش مضطرين ان انتي لوضع تاني يعني. طب فكره تمام. خبره هنعمل ايه؟ مم. ما في ده خبرة. انتي فريلانسر، ما تفكر يعني، انتي فكري في نفسك ان انا فريلانسر بدرس تمام. برايفت كورسز، مش بدي دروس للعيال في البيت بقول لهم الف ارنب ب بطة. فريلانسر انتي بتجيبي فلوس وانتي شغالة حر نفسك، فخلاص هي دي الخبرة بتاعتك. مفيش حد هيجمع ما بين كل انواع الخبرات، دايما كل فترة لازم يكون ليها الخبرة بتاعتها. يعني مثلا انا اشتغلت بره كتير، بعد كده اشتغلت اونلاين كفريلانسر مش عارف ايه. ف
هي دي الخبرة بتاعتي. حد تاني، انا لو رحت مثلا، او انا كل فترة بحب اروح اقدم في اماكن مختلفة، اشوف سعري في السوق، ادخل انترفيو يعني. اخد دايما الواحد يفتكر ازاي بيدخل انترفيو كده. فاحيانا ممكن ادخل في مدرسة مش عارف ايه، فلو رحت مدرسة ممكن يقولوا لي لا انت كنت شغالة في الجامعات. ايوه يا جماعة كنت شغالة مع السفارة والوزارة لا لا لا، احنا عايزين حد كان شغال في مدرسة. طيب مم. مفيش مشكلة، المهم ان انا دخلت الانترفيو. حد تاني كان شغال في مدرسة يدخل الجامعة وما يتقبلش. وفي استثناءات كتير للقاعدة دي، بس هي في الأول وفي الآخر طالما الوضع اللي انت فيه ده مناسب ليكي، خصوصا انت لو بتفكري في بيبي تاني، يبقى انت كده هتبقي بتطحني نفسك. وفي الآخر زي ما انت بتقولي ان البرايفت جايب لي اكتر، واحيانا بيبقى حتى لو البرايفت ممكن يبقى جايب زيه زي المدرسة، بس بنوفر فيه وقت ومجهود. ممكن يبقى جايب صح. اقل من المدرسة، بس انتي بتشتغلي وقت اقل. يعني دايما تحسبي كده، انا في الساعه لو انا شغاله في مدرسه، بنحسب الموضوع ازاي؟ لان انا بيبقى معايا مثلا كذا بنت في السعوديه وكده، فهم نفس الكيس مشابهه بتاعتك كده. فهي بالنسبه لي بتقول انا لو اشتغلت بره مثلا هاخد 100 ريال في الساعه، لكن لو انا اشتغلت اونلاين هاخد مثلا 30 ريال في الساعه او ايا كان الرقم. مم. فاحنا بنحسبه ازاي؟ طيب خلينا نقول ان احنا هنشتغل بره في مدرسة، هتاخدي كام؟ هتاخدي مثلا 3.5، في 3.5 على، لسه شايفة اعلان وظيفة في دولة عربية، أكاديمية سنتر تعليمي عايز مدرسين رجالة. يا ربنا يستر ما فيش حد من الرجاله يتفرج على الفيديو دوت. عايزين الرجاله على 4.5، والسيدات على 3.5. فتلاقي دايما مم. الحسابات بتاعت الستات بتتأثر. يعني ليه؟ ما عشان خاطر ما انت مش انت العائل بتاع الأسرة. يعني يا عم ممكن ابقى بصرف على البيت عادي، لكن لا. فاحنا انت بتشوفي والله انا لو اشتغلت في مدرسه هشتغل 160 ساعه، 160 ساعه جوه المدرسه. عايزين نحسب بقى عليها الوقت والمجهود بتاع المواصلات قبل وبعد. يعني انا باخد وقت قد ايه؟ باخد ساعه ساعتين قبل ما اروح، وبعدين ساعتين بعد ما اجي. فنضرب بنزود على ال 160 ساعه الوقت ده، فتلاقيها دخلت في ال 200 ساعه في الشهر. تمام. نيجي نحط عليهم بقى، والله المديره بتاعتي عماله تقول لي لازم نعمل ليسن بلان وباوربوينت ومش عارف ايه، فانا بروح بقعد اصحح واحضر للايام اللي بعد كده. فتلاقي ان ممكن تبقي مم. داخله 42 ساعة شغل، مقابل مثلا ان انت هتاخدي كام؟ هتاخدي يا ستي 7000 ريال. تحسبي بقى ال 250، 250 دي على 7.5 على 250، هيطلع لك الساعة الحقيقية بتاعتك بكام. مم. وتحسبي البرايفت بتاعك، انت بتحطي وقت ومجهود جوه الحصه مع البيرسون براندنج والتسويق والتعامل مع العملاء، تشوفي كده تحسبي لنفسك بالوقت انا باخد وقت قد ايه. هتلاقي ان في الغالب ممكن يبقى البرايفت احسن، او تلاقيهم زي بعض. او لو لقيتي برايفت اقل مثلا بس انت مرتاحه، يعني انا مش، يعني انا مثلا بقيتي ربنا يفتح عليكي مثلا بقيتي pregnant، فلقيتي نفسك مش يعني مش قادره اشتغل اكتر من 4 ساعات في اليوم، مش قادره اشتغل غير ساعتين، فخلاص. لكن لو انت في المدرسه هيبقى الوضع عامل ازاي؟ انت صح. لو انت ابتديتي الشغل وانت مش حامل وبعد كده بقيتي حامل، هم اللي هيروحوكي. هم بالنسبة لهم انت هتيجي. فهي يعني this is reality. يعني هو دي مش عنصرية، يعني reality، هو عايز حد يجي يشيل الشغل يعني. صح. فانت ما تبهدليش نفسك يعني، طالما مش مضطرة لحاجة، وربنا يغنيكي من الحلال يعني. يا آه، رب، اللهم شكرا جزيلا. طيب خلينا نشوف الأسئلة اللي في الكومنتس عشان الناس اللي كتبتها بس ما يبقاش ايه ضيعناها لهم برضو. بسم الله. بصي ياسمين، الصوت مش شغال عندي، انا مش عارفة هما سامعيني فممكن تجربي تدخلي تخرجي تاني. آم، في رحمة، انا اتخرجت السنة اللي فاتت واخدت كورس في التدريس الاونلاين، والحمد لله كان الكورس بيغطي كل حاجة، وقدمت على اماكن كتير، واخر حاجة اتقبلت في مكان، بس هو لسه بادئ جديد وريت الساعة 50. بس ما اشتغلتش كورسات قبل كده، وانا اللي بصمم باوربوينت للدروس، وبفكر اسيب المكان. مش عارفه الصراحه. طب تسيبي المكان ليه؟ ما لو هو ده الاوبشن الوحيد اللي بنقارن فيه، خليكي فيه تاخدي منه الخبره. وخصوصا لو هو انت بتقولي انه اونلاين، فابتدي فيه، وبعدين تقدمي في اماكن تانية، فال50 تبقى 75 تبقى 100 وهكذا واحده واحده. لكن ما تسيبيش مكان وتقعدي خالص، خصوصا لو الشغل اونلاين وما فيهوش اي مشكله يعني. فانت لو معانا يا رحمه، يعني استخيري الله على ان انت تكملي، وربنا ان شاء الله يوسع رزقك يعني، وهتبقي برضو ايه اتعلمتي، وبعدين رحتي خدتي كورس في التدريس الاونلاين. اتفرجي بقى على الكورسات اللي على القناه برضو، عشان لو في حاجه كده على كده محتاجه تزوديها. في سؤال تاني من دعاء. طبعا يا جماعه لو انتوا مش عارفين عن القناه والله هزعل. يعني القناه عليها 100 كورس، تشقروا عليها كده كل فتره، شوفوا الكورسات اللي عليها. بعد كده عندنا دعاء. طيب انا خريجه تربيه انجلش،
زميلة يعني يا دعاء، ومهتمة بكذا حاجة بجانب تدريس الإنجليش، وعايزة أعمل دبلومة وماستر في طرق التدريس والمناهج. هيفيدني ولا تضييع سنين؟ أنا بشتغل فريلانسر وبسوق لنفسي بس لسه في البداية. أنا عايزة أقولك إن أنا سبت الماجستير في نص، كنت هدخل سيمينار مرتين بموضوعين، واخدة الدبلومتين اللي هم التربوي ومرنكة فيهم يعني، رانك التالتة على الدفعة والتانية وحاجات زي كده يعني. وفي الماجستير برضو كنت ايسنج المواد كلها. انا سبته ليه؟ علشان خاطر نفس الكيس كده، انا بقيت فريلانسر، والماجستير لقد يعني في حالتي انا لا كان ضايف لي معلومات زياده، ولا الشهاده كنت هعرف اعمل بيها حاجه. امتى تاخدي الماجستير والدكتوراه دي؟ لما تكوني ناويه مثلا تسافري الخليج، بيقدروا الشهادات، فساعتها ونوع الوظائف اللي انت هتقدمي عليها طالبه ماجستير ودكتوراه، هتعاملي الموضوع زي لو سمعتي الاسئله اللي هي في الاول الاجابات بتاعتها، ان احنا هنبقى لما صار على النبي بتشوفي هل الوظائف اللي انت بتقدمي عليها هي طالبه النوع ده من الشهادات ولا لا. غير كده ايه لازمه ان انا هروح اخد شهاده معينه، سواء شهاده في كورس او شهاده في ماجستير او دكتوراه، وانا في الاخر مش هعرف اجيب من وراها فلوس. انا بالنسبه لي بفكر في الموضوع بماديه بحته. العلم ذات نفسه لو انا اقدر اخده عادي فور فري من بره انا هاخده. يعني مش معنى ان انا بقول ان مش هنروح ناخد الشهاده دي الا لو احنا نجيب من وراها فلوس ان احنا ما نتعلمش. لا عادي احنا بنتعلم، انا كل يوم بيبقى عندي كورسات بتفرج عليها، لكن مش شرط ان انا اروح اوجع نفسي في فلوس وكوميتمنت وقت طويل قوي وانا عارفه ان هو في الاخر مش هيكون ليه عائد مناسب. انتي بقى عايزه الماجستير والدكتوراه عشان انا مش هعرف اعيش حياتي من غير ما اكون دكتوره، خلاص يعني ده سبب نفسي بحت، فده اتس اب تو يو يعني. لكن لو احنا بنتكلم في ار او اي للتدريس او كده، فلو انت شغاله حر نفسك والموضوع مش معطل معاكي في حاجه، فخليكي في الكورسات بتاعه التنميه المهنيه، يعني ان شاء الله تبقى ايه اوبشن الطف يعني. شيماء، آه طيب الايلتس يؤهل للتدريس؟ بصوا احنا هناخد اللي هي الاسئله اللي في الكومنتس والثلاث اسئله دول ونوقف على كده، عشان انا الظهر اذن عندي فالحق اروح اصلي. بسم الله. هل الايلتس يؤهل للتدريس فيما بعد؟ وايه رأي حضرتك، السلطة افضل ولا منحة التيسون من الجامعة الامريكية ام دبلوم تدريس مناهج دولية؟ مع العلم انا خريجة تربية انجلش ومستواي بي 2. طيب الايلتس ما بيأهلش للتدريس. الايلتس هي شهادة في اللغة الانجليزية عاملة زي امتحان تحديد مستوى كده لما نكون عايزين نسافر لدولة معينة او بنقدم على منحة معينة، فساعتها بناخد الايلتس، وساعتها ان المنحة دي طالبة الايلتس، يعني طالبة الايلتس مش التويفل مثلا. طيب طالبه التويفل فهناخد التويفل. ما بتأهلش للتدريس أي حاجه الا لو انت ناويه تدرسي ايلتس، فده موضوع تاني يعني، ساعتها بتاخدي امتحان عشان انت تبقي عارفه الامتحان عامل ازاي. انهي الافضل، السلطه ولا التيسل ولا الماجستير ولا الدكتوراه ولا اي حاجه؟ اجن احنا بنشوف احنا رايحين فين. عارفين المشهد بتاع أليس ان وندرلاند، أليس في ولاد العجائب، لما كانت ماشيه فالقطه بتقول لها، القطه اللي كانت على الشجره كده فكانت بتقول لها أليس بتقول لها انا تايهه، فقالت لها طب انت عايزه تروحي فين؟ قالت لها مش عارفه. قالت لها خلاص اي حته توديكي. هي نفس الفكرة، أنا عايزة أروح فين؟ أنا شغالة فريلانسر، فأشوف إيه الحاجات اللي تأهلني إن أنا أبقى أحسن فريلانسر في السوق. إزاي أعرف أسوق لشغلي، إزاي أبني لينكد إن قوي، إزاي أعمل نتورك عشان تساعدني إن يبقى عندي شغل باستمرار. هروح اشتغل في المدارس الدوليه، فانا بشوف الشهادات اللي هي عايزاها. هروح اشتغل في دوله عربيه في الجامعات او في المدارس، يبقى اشوف في الجامعات في الدولة العربية دي بيطلبوا ايه، وعلى الأساس ده أنا باخد الحاجة. لكن مش هروح أفاضل ما بين حاجات وأنا مش عارفة. ما كلهم حلوين وكلهم ليهم مميزاتهم، بس مش عشان انا خدت يعني. بيبقى في ناس معاها الماجستير والدكتوراه وهي برضو مش لاقيه شغل، ليه؟ لان هو ما كانش مناسب الحاله بتاعتها يعني. فاحنا بنشوف احنا عايزين نروح فين الاول. خلينا نروح بقى للسؤال التاني. اماني، طيب بس بسمة، هل اخد التافل؟ ولو حضرتك ترشحي لي مكان موثوق، وحد قال لي ان التافل افضل بيكون باعتماد الاقوال، ممكن تفيديني لو مكان بيعد الاعتماد ده؟ وشكرا. بصي والله انا هقول لك على حاجه، يعني انا السكه دي يعني ما اقدرش ارشح لك مكان معين غير مثلا السلطه بتاعه المعهد البريطاني. آم، فكره عشان دي اللي انا اضمن الاعتماد بتاعها. او بتشوفي حتى على الموقع بتاع السلطه كده، بتشوفي ايه الاماكن في مصر اللي بتكون معتمده. يمكن احسن ريفيوز بتيجي من البريتش كونسل، او ده كان زمان يعني. غير كده كورسات التافل عموما بتشوفي كرايتيريا تانية، يعني لو هو الكورس مش معتمد بس ممكن تاخدي منه علم كويس، تاخدي نتورك حلوه، تتعرفي على ناس. الكلام ده هتلاقي حتى في كورس على القناه عندنا بلاي ليست اسمها How to choose your TOEFL course. ازاي فبتشوفي بقى مين المدرب، ايه الكرايتيريا بتاعت الكورس، ايه الاوتلاين بتاعه، لأن ممكن يكون كورس تافل بس انت عارفه كل المعلومات اللي فيه، فبتشوفي حاجه اعلى منه مثلا. تشوفي الاعتماد بتاعه منين. فمش قادره. ممكن اقول لك على حاجه، اسالي برضو مستر محمد خلف من تافلزم.
هو بيعمل سلطة preparation، او ده اللي انا عارفاه يعني. فممكن برضو تسأليه لو في حاجة معينة يقدر يرشحها لك يعني، تفيدك اكتر في الحتة دي يعني. امل، اوكي مس امل، عندك توصية لمكان للمحادثات الخاصة دي؟ اي حد هتلاقوا فيه فريلانسرز كتير واماكن كتير يعني. في مثلا مكان اسمه OTO بيدي انجليزي. ممكن تشوفوا المدرسين اللي عليه. انا بدي conversation، فبرضه ممكن تشوفوا الاوفرز او الباندلز اللي بننزلها كل فترة. ايا كان المدرس او المدرسه بقى، من ان انتوا بنات اللي هتكونوا مقتنعين بيها، خدوا معاها. وممكن تجربوا في يعني في كل مكان مره، يعني مثلا هنا ساعه وهنا ساعه وهنا ساعه لغايه ما تشوفوا مكان انتوا ارتحتوا فيه اكتر وبتكملوا معاه. لان في حاجات كتير ممكن تشوفوا، مثلا ممكن يبقى المدرس شاطر وكل حاجه بس انتوا مش مرتاحين معاه. ممكن يكون المكان فوق البادجت، فدايما تشوفوا حاجه كده قريبه من البادجت بتاعتكم، وهكذا يعني. آه، اتمنى اوكي. ده اخر سؤال في التعليقات، وبعدين هاخد الثلاث اسئله اللي هنا، وبعدين ايه نروح باي. انا شويه مسحت اسمك. قصتي طويله وحياتي اكبر، هختصرها. دراستي تربيه لغه انجليزيه، كنت متفوقه في الكليه وخاصه في البرونانسيشن، وعملت دبلومه مهنيه وخاصه طرق تدريس، والنية كمان دكتوراه. وفجاه اتجوزت وكله وقف. قلت اشتغل مدرسة لحد ما اقدر اكمل. كرهت المهنة بسبب التعب اللي تعبته في مدارس اللغات. سبت الشغل وقررت أبعد عن كل ما له علاقة باللغة. وفجأة وحشني نطقي واستخدامي للغة. رجعت دفعت كل اللي معايا في كورس محادثة، وبعدين كورس تعليم أونلاين. لقيت زي ما يكون دخلت عالم تاني، واتفاجئت بالذكاء الاصطناعي، ولقيتني صحيا وماديا مش قادرة أواكب كله. وخصوصا إن أولادي تعبوني، ومش عايزة أدرس مناهج مدرسية، عايزة أتعامل مع adult females فقط. نفسي أكمل دراستي بس مستحيل حاليا لمدة سنين. محتارة ايه اللي يناسبني، تدريس فعلا ولا ايه الحاجة اللي أتكلم فيها إنجليزي واستمتع بيه وأقوي حصيلة اللغة اللي وقعت مني. جزاك الله خيرا. انتي ماسحة اسمك، بس أعتقد ان انتي معانا في الميتنج ومش محتاجة تفتحي المايك خلاص. يعني أتمنى ان انتي بس تكوني سامعيني. بصي يا ست الكل، يعني مش عشان تجربة واحدة طلعت مش حلوة في المدارس، أو تجربتين أو حتى ثلاثة، يبقى هي الدنيا كلها في التدريس وحشة. التدريس من المجالات اللطيفة جدا جدا، خصوصا للبنات. يمكن ماديا ما بتبقاش احسن حاجة، ولكن هنقول ان ليها مميزات تانية، زي ان انا لو مش هينفع اشتغل في مدرسة او في جامعة، فممكن اشتغل في سنتر. مش قادرة اشتغل اوفلاين، هشتغل اونلاين. ممكن اشتغل مع البنات، بس دي كوز عظيمة جدا وده ثغر يعني. فدي مش حاجة بسيطة ومش هينة ان انت تبقي بتشتغلي مع البنات بس. فاللي انا اقترح لك ان انت تعمليه، ان ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني ما تثقليش على نفسك ان انا عايزه اعمل كل الحاجات دي في نفس الوقت. الواحد ممكن ياخد سنين طويلة علشان يبني حاجة صغيرة واحدة واحدة يعني. فانتي تعملي ايه؟ تشوفي ايه اكتر حاجة انتي نفسك فيها دلوقتي. مثلا ان انتي عايزة تبقي بتتكلمي انجليزي، فاخدتي كورسات. طيب حلو قوي، ممكن تبتدي واحده واحده تبني البروفايل بتاعك على لينكد ان، تبتدي تسوقي لشغلك للبنات. حتى لو انت مثلا لابسه نقاب، فانا يعني في بنات كتير اعرفهم بتبقى لابسه نقاب وحاطه صورتها بالنقاب، والموضوع محتشم وظريف جدا، ما فيهوش اي حاجه يعني غير شرعيه. وتبقي مستهدفه التارجت اودينس او الناس اللي انت عايزاها، اللي هم بنات. يعني انا مثلا ايه، انا في معظم الشغل بتاعي البرايفت اللي هو حر نفسي، انا بستهدف فيه البنات. فخلاص هو دول اللي انت استهدفيهم. وممكن تعملي حاجات في الاول عشان تسوقي لنفسك فور فري. تبتدي تحسي كده ان انت تاخدي ثقة في نفسك تاني، وان انت مرتاحة نفسيا ومبسوطة، وتجربي. وبعد كده بقى نحل المواضيع واحدة واحدة. اولادك تعبينك، ادعي لهم رقم واحد، ودعوا لها يا بنات ربنا يا رب يعني يجعلهم بارين بيها ويجعلها بره بيهم. فبعد ما تدعي لهم، حاولي ان انت برضو انت ليكي وظيفة أساسية، وهي ان انت تبقي مع اولادك. فانت ما تثقليش على نفسك في حاجات كتير قوي. فطب انا عندي حته طموح مجنناني، عايزه برضو مع البيت ان انا اعملها. يبقى خلاص انا الفتره دي الشهر ده انا مركزه فيه ان انا خدت الكورسات. الشهر اللي جاي انا هعمل بقى فيه مثلا كلوب كده واعلن عن نفسي. الشهر اللي بعده هظبط لينكد ان. الشهر اللي بعده هبتدي اشوف مثلا كورسات في التسويق الشخصي. وهكذا. فانت كانك بتتكلمي في خطه سنه وسنتين وثلاثه، وبعدين بتقسميها لحاجات صغيره. لكن مش شرط ابدا ابدا ان انا ابقى بكربس على نفسي كل حاجه، لان دي بتبقى في الغالب حته perfectionism كده. بتبقى يعني ايه،
بتضغط علينا نفسيا. يعني انا عارفه ماذا يعني كيف تشعري. بس فخدي الموضوع على الهادي خالص، عشان خاطر ايه يعني ما تتعبيش نفسيا يعني. وخبره المدارس ما عجبتناش نشوف السناتر، ما عجبناش الاوفلاين ندخل الاونلاين، ما عجبناش الكبار نشوف الصغيرين، ما عجبناش الجروبس نجرب البرايفت. فيعني بنجرب كذا حاجه كده لغايه ما بنشوف احنا مرتاحين في ايه. يعني انا بالنسبه لي مثلا بعد 14 سنه تدريس بقيت مرتاحه اكتر مثلا مع البرايفت والبنات. بس يعني عادي، وجربت كل حاجة تانية، فكل واحد بيبقى ليه حتة كده بيحبها أكتر. خلينا ناخد كده يعني سؤال صغنن من الثلاث بنات اللي موجودين، بحيث إن احنا نخلص في خلال 10 دقايق ونطير. فخلينا نبتدي كده بسارة خالد. ايوه، الصوت كده كويس. أيوة. صباح الخير. صباح النور. بصي، وانا اول مره احضر مع حضرتك ومبسوطه جدا، يعني ما شاء الله عليكي، عندك قبول رهيب. ربنا ربنا يديمه يا رب. ربنا يبارك فيك. بصي، انا عندي 2 سؤال. تمام. تمام. السؤال الاول. انا كنت شغاله 5 سنين حضوري في مصر عادي. تمام. يعني ما اشتغلتش اونلاين قبل كده. بعد كده سافرت السعوديه، فقررت ان انا اشتغل اونلاين تمام. ساينس، واخدت كورسات ساينس وظبطت الدنيا في الساينس، وشفت فيديوهات على اليوتيوب، وظبطت اللغه وكل حاجه. تمام. آه، اسوق لنفسي ازاي، او مش اسوق لنفسي، بدور ازاي على شغل اونلاين؟ يعني المفروض اعمل ايه؟ ده اول سؤال. السؤال التاني، بنتعامل ازاي مع اولياء الامور مثلا اللي هم بيكونوا عارفين ان انا مصريه، فعايزين يعاملوني او يحاسبوني بالمصري. يعني انت مصريه بتشرحي مثلا ايا يكن منهج مصري او سعودي، فلو ليه بقى 100 ريال في الشهر؟ ما كفايه 500 جنيه. في حين ال 500 جنيه دي اصلا انا حسبتها بالريال، او انت هتحوليها لي ريال، فمش هتجيب حاجه عندي. فبتعامل ازاي مع اولياء الامور اللي هم لا، ما ينفعش، لا انت مصريه انت، مع ان يا جماعه انا مقيمه حاليا في السعوديه، انا مش في مصر. حلو. فمش عارفه اتعامل ازاي. تمام. طيب، خلينا ناخدهم بالترتيب. حتة ان انت هتلاقي فرص ازاي او عملاء ازاي، بتبتدي تشوفي انت دلوقتي شغالة اونلاين، فبتحاولي تشوفي مثلا يعني على في السعودية في ابلكيشن زي ميت او صح. فادخلي واعملي عليه حاجات فور فري، ايفنتات فور فري، بحيث ان انت تبتدي تتعرفي في المكان ده كأنها ايه ديمو. هتلاقي ابلكيشن نزليه او اي حاجه مشابهه الميت اب بقى اللي هي في السعوديه، بحيث ان انت تبقي يعني ايه بتتعرفي على الناس وان هم يعرفوكي، فبالتالي ان ايه ده كده بتبقي موجوده مكان ما الناس موجوده. يعني انا هبيع في السعوديه، فانا بحاول اكون ايه منتشره في وسط الناس اللي موجوده في السعوديه. لو انت بتنزلي ايفنتات، يعني في مثلا ايفنتات التوست ماسترز منتشره قوي في السعوديه هنا، فهتلاقي انزلي تعرفي عليهم واتكلمي معاهم شويه مش عارف ايه، هتلاقي اللي يقولك طب انا عندي عيالي مش عارف ايه، لمجرد يعني انا كنت في ايفنت من فتره كده، فواحده سعوديه قامت قايله لي ايه طيب انتي بتدي برايفت، بتيجي البيت طب مش عارف ايه، بقول لها لا انا بدرس اونلاين كذا، فالناس من كلامك عن نفسك بيشوفوكي، فطب ايه ينفع تعملي الحاجه الفلانيه؟ اه لا لا. فانتي بتشوفي كل الابلكيشنز الموجوده في السعوديه اللي ممكن تبقي بتحضري فيها ايفنتس وتقدمي عليها حاجات فور فري، بحيث ان انتي تبقي في الكوميونتي دوت، فيجي لك ايه من عليه الكاستمر ده. نيجي بقى لحته اصل انت مصريه، طب ما انت مصريه، ما لما نيجي نفكر فيها، هو اصلا ليه يجي لك وما يروحش للسعودي؟ علشان خاطر فرق العمله. فهو بالنسبه له طالما انت كمان شغاله اونلاين، فهو هيحاسبك بالريت بتاع مصر الاونلاين، لان هم عارفين كويس جدا السوق في مصر الكام بكام. يعني مش لكن هو بالنسبه له ملوش دعوه ان انت هنا في السعوديه، انت هنا في السعوديه انت كده على كفاله زوجك، يعني هو في حد بيصرف على البيت، فهو بالنسبه له مش فارق معاه. فبالتالي انت هتحاسبيه كانك في مصر، انت هتشوفي الريت بتاعك في مصر كام. انا بعمل كده، انا ببقى انا مثلا في الفتره دي في السعوديه وبدرس اونلاين وبشتغل عادي بالمصري، اللي عايز يحول بالريال بيحول، اللي عايز يحول بالمصري بيحول، وهي في الاخر انا شغاله بالريت بتاعي قبل ما اسافر من مصر عادي جدا. ليه؟ لان هو ما فيش حاجه هتدعوه ان هو يجي لك انت وما يروحش للناس التانية الا فرق الفلوس. والا لو هيدفع لك ال 100 ريال، طب ما يروح بقى يودي عياله في سنتر هنا في السعوديه ويدفع ال 100 ريال دي ويبقى اوفلاين. لا لا، هو اصلا اسعار الكورسات سواء اونلاين او حضوري بتعدي ال 600. مع لو مين؟ سعودي او اكاديميه هنا عادي، مع طالما مصر، ساينس او من مع مصريين. مصريين بقى، سوريين، الناس اللي تبقى فاتحه اكاديميات او مجموعات. بصي اوفلاين ولا اونلاين؟ لا، اوفلاين. حلو. اوفلاين حساباته غير الاونلاين. اوفلاين انا كده انت شايفني ان انا معاك هنا في السعوديه، انت مش عايز تدفع بقى خلاص روح لي الاونلاين. هو هيجيلك اونلاين ليه؟ علشان هو كده اوفر
من ناحيه فرق العمله وفرق ان يعني انت فكري فيها كده، انت لو هتشتري اي حاجه اونلاين، اشتري بلوزه اونلاين عشان خاطر هي ارخص من لو رحتي المحل ذات نفسه، فهتشتريها اونلاين، فهي نفس الفكره. طيب انت بتعملي ايه؟ بتشوفي حاجه بقى ايه في المعقول، ما بتحطيش نفس الريتس بتاعت الاوفلاين. انا ما ينفعش احط نفس الريت الاوفلاين. انت ما اقصدش كده، اقصد الاوفلاين مثلا عامل 600، انا مثلا بقول يا جماعه الشهر والله ب 100 اونلاين، بقول لك بتعملي لا 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 100 ريال يعني في حدود 1000 جنيه مصري، لا لا احنا هنخليها 500 جنيه مصري في حدود 50 ريال. فانت تخيلي بقى تشرحي ثمن حصص بال 50 ريال في اللي هو مجهود اصلا في الارض. اه بالظبط. اللي هو مش انت لازمه. تعملي ايه؟ انت الاول تعملي ماركت ريسيرش زي ما كنا اتكلمنا في الجزء الاول، ماشي؟ تشوفي الناس اللي زيك في المصريين اللي عايشين بيدوا ساينس في السعوديه بياخدوا الكام بكام، ماشي؟ فعرفتي ان ال 100 ريال دي هي اصلا اقل من الطبيعي او ازيد من الطبيعي، هتعرفي متوسط ارقام معينه. هيجي حد يتفاوض معاكي؟ مفيش تفاوض، هو الكذا بكذا. طب عشان خاطري وعشان مش عارف لا، او هو ما ينفعش، ما بالتوفيق ان شاء الله يعني. حظ افضل في المره القادمه. يعني ما انا بيجي لي ناس برضو بيقولوا ايه، يعني احيانا في ناس بقى اللي هو ايه ممكن حتى كمان تبقى بتقول كلام مش لطيف، يعني اللي هو ايه طب انت مش عاجبك الرقم ما تمشي وخلاص. لكن لا، في ناس هي كل اناء ينضح بما فيه. فانتي خلاص، انا بالنسبه لي الوك اواي برايس، انا الكورس بتاعي الساعه ب 50 ريال، الساعه ب 100 ريال، ايا كان الرقم، خلاص هي دي الساعه بتاعتي. بس بشرط ان انت تبقي عامله ماركت ريسيرش عشان تبقي متاكده مليون الميه ان انت الرقم اللي مش حاطاه ده اكبر بكتير من نفس المتوسط بتاع السوق بنفس الطريقه اللي انت شغاله بيها. لقيتي كل المدرسين اللي زيك بيدوا ب 100 في الساعه مثلا الاونلاين، يبقى خلاص انا زيهم 100 في الساعه. وبالعكس انت ممكن تنزلي كمان، لو هيجيبوا طفلين بدل طفل تنزلي فيها شوية، مش عارف ايه الحاجات دي. لكن لقيتي ان الناس كلها مثلا بتدي ب50 ريال وانتي كده طالبة 100، على اساس ان انتي بتقارني بالاوفلاين ان هو بيدي 600، لا الاوفلاين غير الاونلاين. والا لو كده هتنزلي اوفلاين وتاخدي اكتر. فاحنا هنضحي تمام. بحاجة مقابل حاجة. هقدر انزل فهاخد فلوس اكتر، يعني انا لو اشتغلت اوفلاين هاخد فلوس اكتر، بس هضحي بحاجة تانية في المقابل. فهي على حسب الظروف بتاعتك. انتي اعملي بس ماركت ريسيرش وروحي عسعسي كده وجيبي كل الناس اللي شغالة في السوق بتاعك بنفس الطريقة وابعتي اسأليهم. ف تمام. طيب الافضل في الاول ان انا اشتغل مع اكاديميه اونلاين ولا اشتغل برايفت لوحدي اللي كالاول كبدايه؟ الأول خديه، اللي يجيلك الأول خديه. جالك أكاديمية واشتغلتي والدنيا حلوة كملي فيها وحاولي تبتدي جنبيها برايفت. طب ما لسه ما جاش الأكاديمية وما تقبلتش في مكان ومعايا فرصة ان انا جالي كورس برايفت ولا حاجة، اخد الكورس. عرفت اجمع ما بين الاتنين، زيادة الخير خيرين، ما فيهاش مشكلة يعني. اوكي. تمام، شكرا. العفو. طيب بصوا، الميتنج هيفصل، هندخل هناخد آخر سؤالين، عشان بس انا الظهر هنا أذن بقاله شوية، فهناخد آخر سؤالين ونرجع تاني، ماشي؟ اوكي. اوكي، آخر سؤالين وبعدين هو الميتنج هيفصل وندخل على نفس اللينك.